صباح الفل والعسل. بصوا، صباحي بادئ بدري بدري بدري. كنت بودي الولاد التمارين. تمام. تمارين السباحة يعني. يعني احنا صيف شتاء المفروض تكوني ملتزمة بالتمارين دي، مش يعني مش بنوقف المفروض يعني. مع ان كده في تفكير كده وفي اتجاه ان ضياء يروح اليد بصراحة. آم، يعني لما بناخد فترة كده ومفيش يعني مفيش بيبقى يعني حاجة ظاهرة او نجاح في الرياضة دي، فخلاص باخدها من باب ان هو يتعلم السباحة، كده كده لازم يتعلم السباحة يعني. وهندور على لعبة تانية بقى. هو ابني الكبير يعني مهتم شوية بالتمثيل، بيعمل مسرحيات حاجات كده يعني. دي اختي، قعدنا مع بعض شوية، هي كمان بتمرن ولادها بس بقى، ولابسين الحاجات بتاعتهم يعني. وابني الصغنون وبنتها برضو كلهم بيتمرنوا يعني، محدش يعني الرياضة دي من أهم حاجة. هو بصوا، هو علموا أولادكم السباحة وركوب الخيل. السباحة والرماية وركوب الخيل، بس بصراحة يعني يعني هي السباحة بقى اللي احنا ايه نقدر عليها في الوقت ده. طبعا رجعت تاني بقى عند ماما في البيت كده، قعدت شوية وفطرت، وهنزل اروح بيتي يعني دلوقتي نعمل غدا، عشان كان ورايا دروس وحاجات. بصوا ماما شايلة كل السجاد يا جدعان شايلة كل حاجة. يعني هي بتنظفهم يعني وهترجعهم تاني، فما شاء الله عليها الشمس عندها. آم، البيت كله يعني بيبقى فيه الشمس. بصوا بحب قوي بيت ماما بصراحة، بحب العفش بتاعها. بصوا السفرة دي عشق يعني، السفرة دي العشق. بصوا فيها دقة وفيها بجد فيها شوية شغل يعني، مش عايزة اقول لكم ما شاء الله تبارك الله يعني. ماما بتحب حاجاتها قوي يعني، ماما بتحب الحاجات بتاعتها قوي. وهي طبعا غيرت سجادها وغيرت الصالون يمكن والانتريه برضو. بس هي بتحب حاجتها. المراية دي هاند ميد يعني، من A to Z. المراية دي هاند ميد يعني، شغلها تقيل جدا وهي معمولة هاند ميد. برضو ايه ده الصالون جديد طبعا. ماما بقى ايه شايلة السجاجيد بتغسلها كده. هي ما يعني الكبار قوي بتوديهم والصغيرين بتغسلهم ايه مع نفسها. تمام. مش عارفه ايه اللي رجعنا هنا تاني. المهم يعني رحت بقى على طول، رجعت على البيت جري كده، علشان الولاد صاحيين من بدري، فكان لازم يتغدوا بسرعة جدا. وعملت لهم الاكل والله. هم يعني هو ابني الكبير اللي قال لي اعملي لنا يا ماما بطاطس وفراخ وكده ورز معمر، عينيا الاتنين. واكله بصراحه بالنسبه لي سهله. ليه بحطه وارمي في الفرن على طول. اكله لذيذه وسهله، ويعني ما اعرفش مش بتاخد وقت قوي يعني. آه، زي ما انتم شايفين كده. بصوا حطيت بقى البطاطس تحت والبصل وتتبيله، ومتبله الفراخ برضو ودعكاها في بصله بملح وفلفل، وهحط عليها الصلصه. بس انا اكتشفت ان الصينيه اللي انا حاطه فيها دي صغننه بصراحه، وهبهدل الدنيا. والله كان استعجال يعني، كنت مستعجله جدا وعايزه اخلص لهم. الطماطم لونها ابيض، هي الكاميرا ظلمها بس هي كانت بيضه فعلا شويه. دايما انا بضيف للطماطم وانا بعملها يعني. انا دي خلطها كده يعني، دي عملتها على طول في الخلاط، بس انا في الاغلب بحتفظ بيها في علب يعني في الفريزر. بس بقيت بحط فيها بنجر مؤخرا، لان والله معرفش ليه مفيش امل انها تدي اللون الطبيعي بتاعها. بس انا صدقوا ان انا كسلت اطلع من الفريزر ورحت عملت عصير يعني. آه، بصوا هرجع اغير الصينيه لانها بهدلت الدنيا بعد كده يعني. المهم هم اكلوا. انا بهتم جدا خصوصا بابني الكبير ان انا اعذروني بقى يا جماعه ان البوتاجاز مش نظيف، لان والله كنت راجعه يعني. ما علينا. لان انا بحب دايما واثناء ما انا بطبخ كده انضف البوتاجاز بتاعي عشان ما بقاش متضايقه يعني. اكتشفت وانا عماله اصور لكم اقول ايه اللي انا بعمله ده، ايه ده يعني، ايه الحله دي الصينيه دي مش مكفيه ابدا. هنا بقى كنت بغلي اللبن وهحط فيه السمنه بتاعته وملح وفلفل. اسيبها تدوب. بصوا هو يعني هي اكله بالنسبه لي انا سهله يعني، ما اعرفش. القشطه بحب احطها على الوش يعني. دايما بحب اعمل برامات برضو زياده يعني. انا ولادي مش هياكلوا مثلا يعني، لو قلنا مثلا عارفين البرام اللي بياخد فردين ده، انا ولادي ياكلوه هما الاتنين خلاص كده يعني، مش هياكلوا ازيد من كده. بس انا ممكن اعمل برام او اتنين زياده او حاجه علشان لو حبوا
ما بيتأثروش يعني، لو حطيتهم في الفريزر مش بيحصل لهم حاجة. بس مؤخرا يعني بقيت اقلل من الموضوع ده شوية. آه علشان بيقولوا ان الرز غلط، يعني ان هو تحتفظ بيه وحاجات كده. مش عارفة والله يا جماعة، يعني هو في حاجات كتير قوي غلط، وطول عمرنا بنعمل الرز كده او بنشيله مثلا. بس انا دايما ما بحتفظش بالرز العادي يعني، تمام. بحتفظ بس لو في رز معمر او حاجة يعني، لكن الرز العادي احتفظ بيه اعمل بيه ايه يعني؟ ما نديه الحيوان في الشارع او حاجة، لو حاجة انا مش متقبلة ان انا اكلها. لكن حاجة انا متقبلة ان انا اكلها ممكن اديها لحد تاني طالما خلاص انا شبعت يعني. بس يعني احتفظت ببرام يعني، بس هما شايفين كده، هما برامات صغننه قوي. بص انا بحب الرز المعمر جدا، ماشي تمام، بحبه ماشي، واحب اكله كده لوحده كمان. لكن انا ماليش في البطاطس قوي يعني. انا في الاكله دي مثلا اكل الفراخ واكل جنبها سلطه ومعاها الرز المعمر. ما بحبش البطاطس قوي، ما بتحبنيش يعني، وكمان مش عارفه. بس حطيت عليه اللبن بتاعه، واحط عليها معلقتين قشطه لكل برام فيهم. وخلاص كده هدخلهم الفرن. بصوا انا الاكله اللي ولادي بيقولوا لي عليها بعملها يعني، انا هموت واعمل مكرونه بالجمبري، هم مش راضيين بس عادي يعني. بس بصوا هو كان فيديو صغنون وقصير كده حبيت اعمله معاكم. عن يومي بقى، ده يومي يعني في التمارين ده كمان. لو في تمرين بقى بالليل بيبقى يد او حاجة تانية. انا بوديش دروس بره. آه بس يعني بشتغل شغل تاني. يعني الستات دول والله شقيانين بره وجوه. انا جوزي بيسافر مش بيبقى موجود، بس هو في الاغلب في السباحه مش بيجي معايا، ببقى انا مع اختي وكده. فخلاص بقى هو ايه عارف يعني. بس ممكن يروح تمرين تاني اليد بتاع ابني، حاجات كده يعني. لو ابني وراه مشوار وراه حاجه هيروح في حته بياخده هو يوديه بصراحه يعني. بس يعني بصوا الرز بتاعي بيطلع خطير. صح، انا ما قلتلكوش عن نقطه البصل دي. انا باخد في كل برام من دول مثلا ربع بصلايه صغننه كده عشان الفيديو هيقفل، وبدعكها بملح وفلفل في الرز. بصوا هتدعوا لي والله هتدعوا لي. بعد كده بحط اللبن عادي، فهو طالع على الوش مش بيبان خالص. والله اقسم بالله ما حدش بياخد باله ان في بصل اساسا في الرز. تمام. اهو زي ما انتم شايفين. بصوا مفيش خالص بصل في الرز، مفيش. في ريحه، بس في ريحه التتبيله، في ريحه الملح والفلفل بالبصلايه، فاهمين الريحه دي؟ فبتخلي الرز في حته تانية بجد والله، بتخلي الرز في حته تانية. مش عايزه اقول لكم يعني. انا ما اعرفش بقى، مبقاليش نفسي قوي الاكلات دي، هل عشان جوزي بقى مسافر وكده والحب ولع في الدوره ولا ايه؟ بس بجد باكل حاجات تانية بقى، باكل سكريات يعني، متفتكروش ان انا ما باكلش يعني. آم، حبيت اشارككم اليوم بتاعي. ما تنسونيش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب. واللي ما حطش لايك بقى يحط لايك، واللي ما اشتركش يشترك. وعايزه اقول لكم بقى سلام وبالهنا والشفا على قلبكم.